صباح الخير. النهاردة وصفتنا سهلة وكل الناس بتعملها. هنعمل مع بعض سمك مقلي. بس كل واحد بيعمل السمك المقلي بطريقته، اللي بيعمله بالمية واللي بيعمله مش عارفة بايه. طب تعالوا انا اقول لكم على سر. معلقة واحدة هتطلع معانا السمك باللون الذهبي الجميل ده، وهتعتمدوه ان شاء الله. مش هتعملوه غير بالطريقة دي بعد ما تشوفوا الفيديو. لو اول مرة تشوفوا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا احنا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. بننضف السمك كويس وبقسمه كده، اعمل له فتحة من الجنب بس ما بفصلوش عن بعض. وبعدين بنقعه في الملح لمدة ساعة، وبعدين بشطفه كويس وبجيب التوابل. عندي توم وفلفل حار، بطحنهم في الكبة، والتوابل معايا ملح وكمون وشطة، ومعايا 3 ليمونات كبار بعصرهم على التتبيلة دي. واقلبهم كويس. بقلب التتبيلة كويس، وبعد كده بوزعها على السمك بره وجوه كده عشان يتشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو. بوزعه كده على السمكية بره وجوه. ولو انتوا مش حابين تفتحوا السمك بالطريقة دي وعايزين تقلوه مقفول، تعملوا فتحات في الجناب من بره عشان التتبيلة تدخل فيه ويتشرب كويس ويبقى متبل حلو. وبس كده بوزع التتبيلة كلها، اللي فاض مني برضو بحطه من بره كده عشان يحدقوا ويبقى طعمه حلو. وعايزة اقول لكم الطريقة دي حلوة جدا، ولو جربتوها هتعتمدوها على طول. وبعد ما تبلنا السمك وسبناه ساعتين كده يتشرب كويس، هنجيب طبق فيه دقيق ونحط معلقتين نشا، والمعلقة كمان اللي هتخلينا تخلي معانا السمك لونه ذهبي حلو، معلقة كبيرة كركم، وبقلبهم كويس مع بعض. قبل ما احط السمك في الدقيق بشيل كل التوابل الزيادة اللي فيه عشان ما تتحرقش معايا وتحرق لي الزيت. ابدره كويس كده بره وجوه، وهخلص كمية السمك كلها بالطريقة دي وبعد كده نقليها. وعايزة اقول لكم ان الطريقة دي في قلي السمك حلوة جدا. لما بفتح السمكية كده واقليها وهي مفتوحة، بتدي للسمكية قرمشة حلوة، ما بتبقاش اللحمة بتاعته طرية ومعجنة كده، لا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. طريقة حلوة قوي وهتعتمدوها ان شاء الله. بجيب طاسة احط فيها زيت واسيب الزيت لحد ما يغلي، وبعدين ننزل بالسمك بتاعنا. لو الطاسة صغيرة بحط سمكية واحدة، لو الطاسة كبيرة تاخد السمكتين بحط السمكتين. اول ما بياخد لون بروح قلبها على الناحية التانية، وهبتدي اخلص قلي السمك بالطريقة دي واطلعه على مناديل ورق عشان يشرب الزيت منه. شايفين الجمال والعظمة دي؟ شوف السمك لونه عامل ازاي. بجد حاجة كده حلوة جدا. بنرش عليه شوية بقدونس، نزينه كده بشوية بقدونس، ونقدم جنب منه سلطة ورز وجرجير. وطبعا زي ما بتحبوا تعملوا رز صيادية، تعملوا رز بالشعرية براحتكم. اهم حاجة ان طبق السمك بجد بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا وهتعتمدوها ان شاء الله. جربوها بس الاول وامشوا على نفس الخطوات وبنفس الطريقة. شايفين معلقة الكركم بتديله اللون الروعة ده ازاي؟ حاجة كده حلوة قوي. ياريت لو وصلتوا معايا لحد هنا اعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.